الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصدق كلام الله وخير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أسأل الله رب العرش العظيم أن يتولانا في الدنيا والآخرة وأن يباركنا أينما كنا وأن يجعلنا مما أوتي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. أما بعد، كبرات أحواتن أحاتن ناي لوم درسنا كلا أي باب وينو باب في أحكام الآنية والثياب الكفار. إذا باب أحكام حقتات ناي أقحا ومخا ثياب الكفار كدان ناي زي إسلامويان كفار بزعبوا إن شاء الله كنزارب بنا. الآنية هي آنية كبها كله الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره. إذا أقحا كبها كله حواتي إذا أقحا ماي زحز كوينو كوموها كال زحزر، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو جلود أو غير ذلك، وي خب حاتين يكون وي كاخب عنجيتي يكون وي كاخب قربت يكون. وأصل فيها إباحة، مسرتها وانتايو مباح يزي إلا زخر كل دليل انت زي مسيف، زخر كل دليل انت حرمتيو جن عين سرح لنا دليل انت حرزي اللجن انتايو الأصل فيها إباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر. مباح يكون كل أقحا صوري زخونة كنت قملو ما عدا نوعين هما بزي كاكدت نقرات حال انتاينا كنت قمو سقم يبولون وهو إباحة. اتخالاي كل زخونة إناء الذهب والفضة أقحا ناي ورقن قموها برورن أقحا ناي برورن قموها ناي ورقن إذن تايو نوضع يكون مبلع كنت قملو أي فقدني. والإناء الذي فيه الذهب أو فضة أقحا بورق إذ تسرحه يكون ويكا بخال نقراز تسرحه انتاينا كنت قم أي نخيلنا تلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء. تي قرب تي نقرات اندحر كوينو استسرح خابو حالة اندحر كوينو جن انتايو كنت قملو أي نخيلنا كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فهمتي؟ حديث قالت الرسول عليه الصلاة والسلام حديث حذيفة ابن يمان في بخاري يخون ومخا في مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام. والدليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في الآنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. رواه جماعة رحمه الله جميعا. انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام أبز حديث حذيفة لا تشربوا في الآنية أبز أقحى آية الستير أين يقحايو الذهب والفضة أقحى ناي ورقي قمها ناي برور ولا تأكلوا في سحافها ويكا مسطح عند عرقين ويكا شحاني ناتو أبو آية بلع يبدنا الرسول عليه الصلاة والسلام.
فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة نتيهم كفار نعوم أبو الدنيا نعانا خا أب آخرة المسلمين تايو رب سبحانه وتعالى زي أبو الدنيا آخر كيلونا زلو صباح أب آخرة خبن فإنها لهم في الدنيا ولهم في الآخرة ولنا في الآخرة نزيهم كفار انتهى أبو الدنيا نعوم يا نعانا خا أب آخرة يبلونا رسول عليه الصلاة والسلام بذا حديث وسيدهم علماء رحمهم الله انت يبلو لا يحل أن تشرب في آنية الذهب والفضة ولا يؤكل فيها أبدي أقحى ناي ورقي ويكا أقحى ناي برور كان بالعلي يكون ويكا أهنست يلو كم زي فكاد رسول عليه الصلاة والسلام أبدي قلت سنة نعنا أب أخيرا نتيهم كفار كأ أب الدنيا يخمت رسول عليه الصلاة والسلام زبلنا أبقى حديث رسول عليه الصلاة والسلام كأن تايبنا وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في الآنية فدة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم نعوذ بالله من هذا متفق عليه في بخاري ومسلم سبحان الله طيب لنا رسول عليه الصلاة والسلام أبدا حديث في بخاري ومسلم حديث أم سلمة رحمه الله طيب للرسول عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في الآنية الفدة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم سبحان الله أفتي برور زخونة أقحى أبو زبلعه ويكا أبو ستيه أب كبدون تايزر الله حوي زر سبحان الله حوي أب كبدو يزرع الله الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا حديث متفق عليه في بخاري ومسلم هذا حديث صحيح حديث أم سلمة رضي الله عنها ونحي عن الشيء يتناول خالصة أو مجزأ فيحرم الإناء مطلي أو ممويه بالذهب أو فضة أو الذي فيه شيء من الذهب أو الفضة ما عدا دبة يسيرة من الفضة كما سبق بدليل حديث أنس رضي الله عنه أنه قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسرت فاتخذ مكان شعب سلسلة من فضة رواه البخاري رحمه انتهي شيخنا شيخ فوزان حفظه الله النهي عن الشيء قالنا قرات تخر كل اللي حرمتيو يناله خالصة مالت تي أقحى ملو بملو ورق خوني خيل ملو بملو برور خوني خيل الزخور كوريو ويكا قال كفالناتو بزيكا نيشتي اندحر كوينو جن أبزي انتايو تسقام يلن نيشتي تي نعبنت التقبايا متحزنات اندحر تسيرو خالو متحزي رخبكا تايدا متحزنات نيشتي ناي ورق غير كالو ويكا ناي فدا اندحر غير كالو أبزهم تسقام يبولون يبلو أهل العلم رحمهم الله كم في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه انتهى يبلو أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسرت رسول عليه الصلاة والسلام قدحهم كله قدحوا لازم نبرو تسيرا فاتخذ مكانها شعب سلسلة من فضة طيب تي أبوتا ناتا متحزناتا سلسلة سبرة خابناي برور غيرهم رسول عليه الصلاة والسلام نيشتي اندحر كوينو أبزي تقام يبولون قل ملو بولو ويكا فرق خون يبولون كمتي نهي زمالة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حديث أم سلمة يقول ويكا حديث حذيفة ابن يمان رضي الله عنهما جميعا لازنتا نفلت بورقي ويكا ببرور لتسرحي أقحاد كنستيلو ويكا أخن بلعالو كم زي فقد إذا خلت الحديث يقلت أنه
وتحرم استعماله واتخاذه يشمل الذكور والإناث إذا نقرأت ندق تبعتين دق انستيون نقول بحافشاي زملكت كنت قومن له خنستيلو ويكا كنبلعلو ندق نستيو يفقد ويكا ندق تبعتيو يفقد زبحال ነገር የለን እንታይ ዳ ንኩሉ ጾታታት ዝምልከት ዓብይ ይኹን ንእሽተይ ወእስላማይ እንድሕር ኮይኑ ወዲ ተባዕታይ ወንሰይቲ ንኩሉ ዘመልክት እዩ لعموم الأخبار ولا عدم المخصص ከምቲ ሓዲስ ዝመፀ እንታይ ብሓፈሻ ይመጽ ደቅ ተባዕትዮ ጥራይ በለን ወይ ካን ደቅ ንስትዮ ጥራይ ስለ ዘይበለ ታይ ከምቲ ሓዲስ ዝመፀ ክወስኑ وإنما أبيح تحلي للنساء لجهتين إلى تزيين للزوج ግን ጓንሰይቲ በትወርቂ ክሽለም ግን እዚ ጸገም የብሎ እቲ በትወርቂ ተሸሊማ ንሰብኣያ ከም መልክዐኛ ኮይና ክትቆርቦ እዚ ጸገም የብሉ ከምቲ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ዝመጽእ انتايو ጓንሰይቲ حلي خطقم ولا حانتي ጸገም የብሉ وتباح العانية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها فإن علمت بنجاستها فإنها تقسم وتستعمل بعد ذلك أقحوت ناي كفار جن نجاسة كم زي بولو اندحر فريتنا ጸገም የለን كنتقوم ونخل نجاسة اندحر اللو جن ات النجاسة أرينا تقوم ونخل والله زنا الكفار سلزخون ممكن يهلو يخون نجاسة أي هلوون لا أبزي ጥርጥር ዝበሃል ነገር የለን ሃይዳ ንስኻ 150 ርግጠኛ እንድሕር ኮይንካ ትጥቀመለካ ብጥርጥር ብሸክ ዝኸውን ነገር ግን የለን እቲ ኣቕሓ ናይ ኩፋር ጽሩይ እንድሕር ኮይኑ ክትጥቀመሉ ንኽእል ነጃሳ ኣለዎ ድዮ ብሉን እንድሕር ተጠራጢርና እውን ክትጥቀመሉ ንኽእል ክሳብ ነጃሳ ንረኽበሉ ነጃሳ እንድሕር ኣለዎ ከዓ እቲ ነጃሳ እናዓልዮ ረሱል عليه الصلاة والسلام ዝኸልከለ ሓዲስ ስለዘይ ዝኽልከል ሓዲስ የለን ወይ ከዓ ዝኽልከል ኣያ ቁርኣንያ ስለዘየለ ሰውኢልና ባዕልና ክንሕርሞ ኣይግባእና እቲ ዝሕርም ኣላህ እዩ እቲ ዘይሕርም ከዓ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ናይ ኣላህ ስለ ዝኾነ ሰብ ከም ድልየቱ ክሕርም ከም ድልየቱ ክሕልል ኣይክእልን መጀመርታ እንታይ ፈሊጥና እቲ ኩልኩል ዝኾነ ክንበልዓሉ ክንሰትየሉ ወርቂ ይኹን ወይ ከዓ ብሩር ከም ዘይፍቀድ ርኢና ወዲ ተባዕታይ ከዓ ወርቂ ክጥቀም ከም ዘይብሉ ጓንሰይቲ ክትጥቀም ትኽእል እያ ግን ብሩር ወዲ ተባዕታይ ክጥቀም ይኽእል እዩ ከምቲ ረሱል عليه الصلاة والسلام ዝተጠቀሙ ካልኣይ ጁሉድ الميتة ካልኣይ እቲ ኩልኩል ዝኾነ እንታይ እዩ ቆርበት ናይ ዝሞተት እንስሳ እንጥቀም ኣይፍቀደናን እዩ ከምቲ حكم الميتة ስለዝውሰድ فيحرم استعمالها حكم جلود الميتة እንታይ እዩ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማይ መትሓዚ ዳ ክንጥቀመሉ ወይ ከዓ ማይ መስተይና ክንጥቀመሉ ኩልኩል እዩ ኢላ ኢዛ ዱቢቀት ወይ ከዓ እቲ ቆርበት ድቡቕ ተገይሩሉ ወይ ከዓ እቲ ነጃሳ ናቱ ተኣሊዎ እንድሕር ኮይኑ ግን ክንጥቀመሉ ንኽእልና فقد اختلف العلماء في جواز الاستعمال بعد الدبق دبق اندحر تغيرو تي كونتات ناتا تمحايشو اندحر تغيرو نطقم نخلينا بزبل حتو علماء رحمهم الله انتايو كلتا ريتوتات وسيدو كاليوم انتايو حكم الميتة سلزخونه وسد يقولون له كاليوم كا حكم الميتة اجن دبق اندحر تغيرو لا اجن انتايو كنتقم نخلينا انتقم نخلنا إلهم والصحيح جواز التي قنع زخونا جن يفكري وهو قوله جمهور العلماء رحمهم الله فبزحت يوم علماء رحمهم الله انت يبلو يجوز استعماله لورود أحاديث صحيحة بجواز استعمال بعد الدبق
بتدبك غيرلو جن انت كتقوملو تخيلها تمتي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام زمته ولأن نجاسته طارئة فتزول بالدبق نجاسانات تاي بتدبق ناتا يئلا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يطهر الماء والأرز تماي نتي أرز هم زتأخرو رسول عليه الصلاة والسلام يزربوا قمون أبكار حديث تايب الرسول عليه الصلاة والسلام دباق الأديم طهور دباق نتي قربت ناي انسسا انتايو بماي تحسيبو دي ويكا بخال نقرات اندحر تغيرو انتايو كنت نخلنا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها كداونتي ناي كفار كنت كم نجاسة كم زلو كم زي بولو ندحر فريتنا نجاسة يبولو ندحر فريتنا انتاينا كنت قوملو نخل ذخر كل حديث لذي لأن الأصل طهارة مسارة أونتايو طاهر يصري فلا تزال بشك بطرطر كا يلني نحاده ነገር ተጠራጥርካ حرام كتبرا يتخلنا ويكا يفقدن كتبرا يتخلنا ويباح ما نسجوه أو سبقوه نسوم زفريو خدان يخون ويكا سفيو خدان يخون ويكا نسوم شطو خدان انتايو ولا حانت صقميدن كنكدون نخلنا كنت قوملو نخلنا نجاسة يقولوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وسبقوا بل رسول عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة رضوان الله عليهم يقولوا كانوا يلبسون ما نسجه الكفار تيون كفار صرحوا وشطوا ويكاسفوا يتقوموا نيرهم بس انت نفلت كداونتي ناي كفار مباح مخانو إلا نجاسة اندحر الله وقن ازي خالو قدا يخون نجاسة إلا اندحر تخايلو تبو حزي تخايلوها كنت قوملو يبنى وهذا والله أعلم أبزي أحلنا نيدو من تمرتنا الله أعلم وأعلم هذا والله أعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.